البراونيز من الحلويات السهلة والبسيطة جدا في تحضيرها. حضروا معاكم بطريقة سهلة جدا وان شاء الله نتيجته مضمونة، حاجة كده بتدوب في البق. كمان طعمه ولونه غني جدا، مش هنحتاج مضرب كهربائي. عايزة اقول لكم كمان ان هو مش بياخد وقت في الفرن اكتر من ربع ساعة. هنحتاج في الاول 100 جرام من الزبدة، هنسيحهم على النار ونتأكد ان النار هادية جدا علشان الزبدة ما تتلسعش. اول لما الزبدة تدوب هنضيف عليها 100 جرام من الشوكولاتة الخام وهنسيحهم مع بعض كويس. هنا خلاص كنت طفيت النار وهدوب الشوكولاتة مع حرارة الزبدة، ولازم نتأكد ان هي دابت تماما ومفيش فيها اي تكتلات. بعد ما ندوب الشوكولاتة مع الزبدة كويس هركنها على جنب بس تهدى شوية. وفي بولة تانية هحضر بيضتين وهضيف عليهم معلقة واحدة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر وهقلبهم مع بعض كويس. كمان تقدروا تستغنوا عن المضرب اليدوي وتستعملوا المعلقة. البراونيز من الحلويات اللي مش بتحتاج يدخل فيها هوا، يعني هو مش زي الكيكة. بعد ما دوبنا الفانيليا مع البيض ضفت عليهم 200 جرام من السكر الابيض الحبيبات، يعني ما يعادل كوباية من السكر. دوبتهم مع بعض كويس. بعد كده هضيف عليهم خليط الزبدة والشوكولاتة اللي احنا سيحناه. هقلبهم مع بعض. اول لما يمتزجوا مع بعض، ما نقلبش كتير، يمتزجوا مع بعض بس. هضيف 65 جرام من الدقيق الابيض، يعني ما يعادل نص كوباية من اللي احنا عايرنا بيها السكر. كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى وذرة ملح. هقلبهم مع بعض كويس. وهنا هنلاحظ ان قوام تقيل شوية. ده مش قوام البراونيز طبعا، عشان احنا في الشتاء فالزبدة والشوكولاتة بيجمدوا بسرعة. فضفت معلقتين بس من الحليب افك بيهم الخليط علشان اوصل للقوام المظبوط للبراونيز. لو بنعمل الوصفة دي في الصيف مش هنحتاج نضيف معلقتين الحليب دول. ده القوام المظبوط للبراونيز. في صينية مقاس 22 دهناها بالزبدة هصب خليط البراونيز ده، وهيدخل الفرن على رف اوسط على الشبكة على درجة حرارة 180 ونكون مسخنينه من قبلها. مش هياخد وقت اكتر من ربع ساعة. هنوزع كويس الخليط في الصينية وهننضف الجوانب بتاعتها. ومهم جدا ان احنا نخبطها كده خبطتين علشان لو فيها اي هوا زيادة يخرج منها. وهنوزع على الوش شوية من الشوكليت شيبس لو موجود، لو مش موجود هو خطوة مش اساسية. وهندخله الفرن زي ما اتفقنا على الرف الاوسط، مش هياخد اكتر من ربع ساعة، وبنختبره بالخلة زي الكيكة بالظبط. وما نستناش لما الجوانب تفصل زي الكيك علشان ما ينشفش. وبعد ما بيهدى بنقطعه. نعرف ازاي ان وصفة البراونيز بتاعتنا ناجحة، ان يكون طري جدا من جوه والوش يكون لونه افتح شوية من لون البراونيز، وكمان في قرمشة بسيطة واحنا بنقطع. شايفين اللون غني ازاي؟ فعلا بيدوب في البق. لعشاق الشوكولاتة هيعجبهم جدا، طعمه غني جدا بالشوكولاتة. يا ريت فعلا تجربوا الوصفة دي. هستنى رأيكم في الكومنتات لو جربتوها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بلايك وشير ومتابعة الصفحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.